ده فيديو فضيحة انتشر اليومين اللي فاتوا دول لأمين شرطة بيطلب شاي من سايح أجنبي وصوره وهو بيديله الرشوة بتاعته. حاجة في قمة القذارة وتشويه للسياحة في مصر، واحنا يعني بنعمل المستحيل عشان نرجع السياحة ونزود اعداد السائحين، وعايزين السياح العرب يجوا مصر، والاجانب بدل الدول التانية زي تركيا والمغرب وتونس وغيرها ونبقى دولة منافسة على الخريطة السياحية. بيحصل كده. The tea, the coffee. Oh, for coffee. Tea and coffee. $100 for tea and coffee? Yes. Oh, yeah. You funny, bro. You funny. Yeah, you sell tea and coffee? No money. No, I don't want no 100. money. 100. $100? No, 200. $200 for tea and coffee? Hey, what the hell? I have, okay, look, I got some money here, though. 200. Let me see what I got here. 200. There you go. I have 10. 100. 100. Nah. I give you this. This is all I have. Thank you, bro. All right. You made a good name for Egypt, my boy. Good name for Egypt. God damn, bro. All right, the police is very kind out here. لكن الحاجة المفرحة ان الفيديو ده اخيرا لقى صدى، ويعني وصل لوزارة الداخلية وتم فصل امين الشرطة ده من الخدمة. الحقيقة امناء الشرطة بشكل عام هم نقطة سودة في وزارة الداخلية الحقيقة. يعني يا ريت تلغوا الموضوع امناء الشرطة ده صراحة، يعني لان هم الناس دي يعني سبب كبير جدا في عداء الشعب مع وزارة الداخلية، وسبب كبير جدا في تشويه صورة الدولة وصورة جهاز أمني زي وزارة الداخلية مع الشعب المصري، فما بالك كمان الأجانب السياح. يا ريت فعلا نهتم بالنقطة دي وتشوفوا حل في موضوع أمناء الشرطة ده. لازم يعني تشيلوهم، يعني الناس دي لازم تشوفوا لهم محل. يعني الناس دي تاخد دورات في ازاي تتعامل مع البني ادمين، يا اما لازم تشوفوا لهم حل صراحة. ما ينفعش يبقوا مطلوقين كده على الناس حقيقة. يعني هم مش واجهة مشرفة لوزارة الداخلية.